نحن تلاميذ شهادة المتوسط 2023 لسنا يوم البارح يوم الاثنين كانت المواد سهلة. أما اليوم الثلاثاء كانت رياضيات مادة صعبة خاصة في الجزء الأول. أما الإنجليزية كانت في متناول، وإن شاء الله نجحنا كاع. المواد اللي جوزناها كانت سهلة وفي متناول الجميع، لكن ما عدا الرياضيات كانت صعبة وطويلة ومعقدة بعض الشيء. لمادة الرياضيات كانت شوية طويلة ومش ساعتين، وكانوا أسئلة ليس مباشرة مخفية، وإن شاء الله يا رب يوفقنا في باقي المواد إن شاء الله. مواد كانت في متناول الجميع، إلى مادة الرياضيات بالنسبة لي أنا ضعيف كنت فيها، صعيبة شوية جات، وإن شاء الله يوفقنا في اللي مازال وربي ينجحنا إن شاء الله. أسئلة الرياضيات كانت في متناول الجميع، سهلة بصح طويل، السوجي كان طويل. المواد كانت في متناول الجميع، كانت مادة الرياضيات طويلة نوعا ما. إن شاء الله ربي يوفقنا ونقدروا نكملوا المواد اللي ما زالت، وبالتوفيق للجميع. كانت المواد في متناول بعض المواد في متناول الجميع، لكن مادة الرياضيات كانت طويلة قليل، فلم تكن الأسئلة سهلة. كانوا بعض الامتحانات في متناول الجميع، لكن المدنية والرياضيات كانت صعبة قليلا، ولكن ربي ينجحنا إن شاء الله. الاسئله تاع اللي جوزنا البارح بالاثنين كانت في المتناول، مي اليوم الرياضيات كانت الاسئله عكس التوقعات، وكان تماسيتو بعد الجزء الاول كانوا التمارين شويه صعاب، والحمد لله. كان مستوى الاسئله صعيب خاصه في ماده الرياضيات. مستوى الأسئلة كان البارح في متناول الجميع، مي اليوم الرياضيات جات صعيبة شوية، ربي ينجحنا ويوفقنا إن شاء الله. المواد اللي عقبناهم جاو كامل ساهلين، ما عدا الرياضيات كانت صعيبة والوقت فيها طويل بزاف، لكن كانت مليحة هكذا تجربة نتاخدوها نتعلموا الأخطاء تاعنا، وربي يوفقنا إن شاء الله.